ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وكواليس جديده لاول مره هنعملها لكم عندنا على القناه. وطبعا انتوا عارفين احنا مع مين؟ مع ديمو الفنان. عامل ايه يا عم ديمو؟ انا زي الفل يا عم. اخبارك يا ادم كبير؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. احنا بص، انا النهارده هسحلك سحله جامده جدا. عارف. احنا جايين يا جماعه نعمل اغنيه جديده ان شاء الله، وهتبقى الاغنيه السادسه لينا، وهنصور لكم كواليس بقى واسرار يعني مش قادر اقول لكم. محدش بيشوفها الاسرار. لا والله العظيم حاجات يعني لاول مره هتشوفوها وتعرفوها على الفيديو ده. وبما انك بتتفرج على الفيديو ده معنى ذلك ان الاغنيه خلصت اصلا ونزلت عندنا على القناه. صح كده يا عم ديمو؟ لا صح، ده فيما بعد ان شاء الله. فعايزين نعرف رايكم بقى من البدايه كده، نعرف رايكم ايه في الاغنيه، اكتبوا لنا في الكومنتات، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والحاجات الحلوه بتاعتنا دي. دلعونا بقى. فهتنبسطوا قوي 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 بالفيديو بتاع النهارده. وانتوا عارفين ديمو يعني هو ما شاء الله الترند بتاعنا حبيبي. يعني. يا باشا. لا يا عم، لا ما شاء الله. انتوا طبعا عارفين اغنيه هات هات، هي داخله في 8 مليون دلوقتي الحمد لله ما شاء الله. ووراها ما يلا نغني داخله في 4 مليون. وراها هي ماما فين 6 مليون. وبعد كده فلسطين. فلسطين دي ما شاء الله يا ديمو. اظن هتبقى فرصه حلوه جدا للناس ان هم يشوفوا يعني عمليه صناعه الغنوه بتتم ازاي من الزيرو، وده اللي احنا جايين طبعا عشان يشوفوا المجهود، يشوفوا المجهود اللي بيحصل واللي بيتم. عشان في ناس كتير قوي مش عارفه الموضوع، فاكرينه سهل وبسيط وحط وهوب وتك ومق وخلصت الاغنيه. زرار المزيكا. بالظبط. وترند فلسطين خلي بالك عمل شغل حلو قوي في مدارس مصر. الحمد لله. مدارس مصر كلها مشغلاها. واغنيه تحيا مصر الاخيره احنا منزلينها بقى اسبوع. هو كله بيبقى توفيق من عند ربنا في الاخر. احنا بنعمل المجهود بتاعنا كله نفس المجهود كل مره، ما يعني مش بنقول لا في حاجه، والحمد لله بندي كل حاجه طاقتها، والحمد لله الرزق بيبقى من عند ربنا والتوفيق في الاخر من عند ربنا. ما شاء الله عليك يا جماعه. ديمو فنان فنان بزياده. انا محظوظ ان ربنا وقعني في طريق حمدي. قلت حمدي ما يعرفوش حمدي. اسمي الحقيقي بقى. ديمو يا جماعه فنان جميل. ومش هنطول عليكم في الانترو، يلا نبدا ونشوف خطوات عمل بتسموها ايه يا ديمو؟ الخطوات بتاعت هو اولا المزيكا عشان نبداها ونبدا نبني البيزكس بتاعتها بنبقى محتاجين كذا خطوه. اول خطوه ان احنا بنبتدي ناخد جايد للحن. اللحن اللي معانا طبعا بعد ما الكلمات تخلص وبعد ما اللحن بيخلص بيبقى معانا الغنوه، مجرد ان هي الكلمات واللحن هتتقال ازاي والغنوه هتبقى عامله ازاي، اللي هي معاك النهارده. الكلمات اللي بنعملها وبتتلحن ببقنا كده، لان احنا بالظبط مش قادرين على آلة والكلام ده. بالظبط. فبنقول اللحن بنبتدي نسجله على البرنامج. بعد كده البرنامج بيبتدي يسجل معانا. البرنامج بيبتدي يسجل معانا اللحن اللي احنا قلناه. بعد كده بيبقى زي رسم بياني قدامنا. بنبتدي بقى نشوف الجزء ده هنبني تحتيه مزيكا عامله ازاي، والجزء بتاع الكورس مثلا هنبني تحتيه مزيكا عامله ازاي، والانترو هتبقى ازاي اول الاغنيه، وهكذا. بنبتدي واحده واحده نبني في الاجزاء بتاعه الاغنيه لحد ما الغنوه كلها بتكتمل معانا. ده بيبقى اسمه التوزيع الموسيقي، اللي هو كل جزء في اللحن بيتبني تحتيه مزيكا ليها معنى، بتوصل معنى الكلام وبتوصل احساس الموضوع اصلا يعني ممتع يا جماعه. انتوا مش قادرين يعني ايه. انا واحد بقول يا ليلى ليلى ليلي، الاقي ديمو بقى يحط والات بتنزل في النص يعني المهنه دي من احد الشغلانات ان الواحد لو ما كانش شغال وهو بيحبها هيمل منها كتير جدا طبعا. ومش هيكمل فيها طبعا. هي صعبه جدا وهي قوي. كلها معتمده على الخيال مبدئيا طبعا وخبره يعني ده شيء اكيد. تعالوا يا جماعه يلا نتفرج مع بعض بقى ونشوف الخطوات ونسمي الله. احنا دلوقتي هنبتدي نجيب الريكورد من على الواتساب، نحطه على البرنامج ونشوف هنعمل ايه. خلينا اول حاجه نسيف البروجكت ده مبدئيا. الاجازه خلصت. اوكي، ده مبدئيا عشان يعمل لنا فولدر كده. الفولدر ده نبتدي نحط فيه كل الماتيريال بتاعتنا اللي احنا يعني الماتيريال اللي هتساعدنا في ان احنا نشتغل، ونشوف الدنيا بتقول ايه. الاجازه خلصت. ده كده زين. كده مين؟ الاجازه دي كده كندا. نديلها لون بينك عشان هي بنوته. حلوه دي. لازم. طب يبقى زين كان ازرق بقى عشان هو ولد. مش هزعلك. احلى زين. انتوا يلا الكراسات. ماشي، ده كده ادهم. اوكي، فتعالوا نسمع بقى الموضوع كده
بشكل مبدئي ده الماكت اللي احنا هنبتدي نشتغل عليه. ده اللي انا اللي عامله يا جماعه، ما تتريقوش يعني دي محاولات انا في البيت يعني عشان ابعت له اللحن بتاع بس الكلام. طبعا المحاولات اللي هي لابد منها، المحاولات اللي هي بالبيزك اصلا بتاع الشغل ده اساس الشغل وبدايته. الأجازة خلصت بجد هي لحق، هنقول لها باي باي ونروح المدرسة، ننام ونصحى بدري واللعب لا امشي اجري، هاتوا يلا الكراسات وكتاب المدرسة. الأجازة خلصت بجد هي لحق. طيب حلو قوي. عشان نبدأ نلاحظ سرعة الموضوع معانا، أول حاجة هنبتدي نحط إيقاع. ماشي؟ هنجيب ماي فيفورت كيتس بقى اللي هي بتاعت المقسوم، تدي فليفر حلو كده. ده انت اللي عاملها؟ انا اللي عامل، مجمع طبلة على مش عارف أيوة. ايه، على دب، على كذا حاجة، عامل حاجة كده مميزة يعني. حلو جدا. فتعالى نسمع حاجة حاجة ونشوف الموضوع عامل ازاي. حلو. لطيف. ده اوبشن. لا ده دوشه قوي. دي بقى احد المراحل اللي انت ايه هتبتدي لو انت مش في المهنه هتزهق. هتزهق لان انت لازم يكون عندك صبر في الحاجه اللي انت شغال بيها، تعرف ازاي تنقي الايقاع المناسب. انت عندك ايقاعات كتير جدا طبعا. فتنقي بقى الايقاع المناسب وطبعا السنس بتاعك انت كموزع بيبتدي يبان هنا. لا دي لايت قوي، خفيفه قوي. ده لطيف ويعني ريزماتيكال كده، وفي نفس الوقت ايه خفيف، مش دوشه يعني. يلا الكراسات وكتاب المدرسة. الأجازة خلصت بجد هي لحق. عايزين طبعا. بقى لعب بقى، خلصت طبعا. طبعا. هو الغنوة أصلا كلها مليانة لعب. الغنوة حلوة فيها مراتي اللي كاتباها وملحناها. والله حلوة قوي. مراتي اللي كاتباها وملحناها، أنا ضفت شوية بس جمل يعني. لا ده جامد جدا. الأجازة خلصت. اللعب بحب مذاكرة صح. مذاكرة صح. مذاكرة صح. أكيد عاوزين مجموع يدخلنا هندسة. مذاكرة صح. وأكيد عاوزين مجموع يدخلنا هندسة. أي حد موزع أو أي حد مهندس صوت لما بيشوف ويسمع الأشكال دي بيبقى عارف أنه شكل من دول المفروض يجي على أنه خط عشان يظبط مع الدرامز. يا نهار أبيض. طبعا. امال انت خطوط رسم القلب دي. بالظبط. هي خطوط الصوت دي، ده الانالايز بتاع الصوت. انت اي حد عنده خبره او اي حد بيبقى بيشتغل الشغلانه دي من النظر بيبقى عارف ان ده مثلا انا لما بسمع انا كده ايه، عرفت ان ده كده حرف الكاف. فانا حرف الكاف لازم يجي على الخط اللي هو رقم 25. فبقوم جاي ايه بقى، مش جايب ده بقى لوحده يعني. مثلا بقوم جايب كل ده كلهم، لان هم المفروض ان كلهم سرعه واحده ماشيين مع بعض. فانا لما اظبط انت اخليك انت حرف الكاف بتاعك اللي هو ده اخليك على الخط المعين اللي انا عايزه، كل الباقي يبتدي يتظبط معايا برضه. حتى لو مترحل سنه هتظبط بس بالنسب يعني. فاهمني يعني؟ ده اتظبط مثلا حرف الكاف اتظبط 100%، واللي بعده لسه 50% محتاج، اللي بعده لسه 25 وهكذا. صح. واكيد عاوزين يعني شوف ده اول الدرامز هنا. ده حرف الكاف. انت بعينك بتعرف ان ده حرف الكاف، فمحتاج تجيبه على اول الدبه. واكيد عاوزين مجموع يدخلنا هندسه. دخلنا هندسه دي طبعا ايه، محتاجه ترجع شويه. مجموع يدخلنا هندسه. حتى شكل الويف بعد الحاجه بعد تشوف دي بقت تحت دي ودي تحت دي بتحس ان كله بقى خط يعني تحس انه بقى مترتب. فاهمني
هنا الحياه بتترتب كده بقى بعد ما بتبقى انت ايه تبتدي الحاجات دي تقطع. طبعا مهمه عشان تقدر تشتغل بمزاج يا ديمو، صح؟ هي مهمه عشان تقدر تشتغل بمزاج، دي حاجه تبقى عارف انت ماشي صح فين وانت مش هتعرف تطلع كواليتي كويسه من غيرها. يعني هي كواليتي. هو احنا ممكن نرد على التليفون ده؟ رد. طب يا جماعه احنا رجعنا، كان ديمو معاه تليفون فرجعنا، تعالوا نكمل بقى مع بعض. ماشي، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش ايه اللايك والشير والكومنت الجميل يعني دلعونا كده يا جماعه. ايوه كده دلعني. دلعني. يلا يا معلم، يلا بينا. احنا وصلنا خلاص تقريبا. خلاص احنا غالبا كده ايه. في تكرارات بقى هتلاقي خلصت دي. عربي. بص حرف الب هنا اهو. لازم يجي اوله على الخط ده. تسحر ولا ايه؟ عربي دراسات وعلوم. كيمياء برضه شوية. ما هي عربي تمام. كيمياء بقى اللي محتاجه ايه؟ ده حرف الكاف اهو، محتاج يجي على الخط اللي هو ده، ومش كلهم جايين على خط نفس الخط. ده كده وكن ده كده، لازم يجوا كلهم على نفس الخط. يعني برضو ايه، ساعات النظر بيخونك. يعني ساعات مثلا تبقى فاكر ان انت ده حرف الكاف، تيجي تشتغل مثلا تلاقيه حرف تاني. برضو النظر مش زي السمع، فاهمني؟ السمع بقى هو اللي بيحدد بالظبط. لما تقعد تسمع نفس الجزء متكرر كتير تعرف ده الشكل ده بتاع انه حرف، فالشكل ده محتاج يجي على انه خط، وهكذا. فهمت. تعالوا نشوف ايه احنا الوضع معانا بقى عامل ازاي. شفت بقى؟ هم كلهم عايزين يتقدموا. حرف الف اللي محتاج يبقى على الدبة. ده حرف الف، يبقى ده كده، ده كده يتحدد كده ويرجع ورا شوية، وطبعا ده كده مش مظبوط فهيتفرد الأصل بتاعه. نسمع. حلو أوي. نرجع شوية. أيوة. بس كده. اللي بعده بقى ما تخلي العود ده جيتار، ممكن تبقى سوفت اكتر. بلاش عود، خلينا جيتار. ماشي، احنا عامة هنخلي دي كده ودي كده، نجرب. دعونا نستقبل الجيتار. برضو الجيتار ده عندنا فيه ارتكيليشنز من اللي هي بتغير اللحن، تخلي الجيتار معانا ليه اوردرات تانية في اللحن. طبعا الموضوع بيبقى مرسوم عندنا هنا الازرار الحمراء دي بتبقى الارتكيليشنز. هننزل ده طبعا لحد الزراير الحمراء دي ونختار السلايد 2. متدلعه شويه اكتر فيها. احسن. اديتها نغمه. بالظبط. نغمه جديده. واخد بالك ان التانية مختلفه. مختلفه عن الاولى. ده اللي انا كان قصدي عليه. دول بقى الاتنين هيبقوا زي بعض. عايزين بقى جيتار ياخد معانا بقى الكوردات الأصلية كده. 1 2 3. هاتها لهم هنا كده يشوفوها يا دي. دي طبعا أنواع جيتار وأنواع آلات، والواحد بيختار كل حاجة. مكتبة آلات. مكاتب أصوات. فأنت بتشوف بقى إيه المناسب معاك. طبعا احنا لعبنا طريقة اللعب هتبقى ازاي، لكن اللحن طبعا مش اللحن بتاعنا خالص. كده بنبتدي نقلل 4 درجات فنوصل للمقام بتاعنا. ده بيتكرر بقى على ال4 دول. ده كده ايه العزف الايقاع لحد الكورد الاخير. طبعا عشان احنا عندنا الكورد الاخير هنروح المدرسة بنقول ايه كورد مختلف اللي هو الاي جي ماينر بي. خدت بالك؟ بقى الكوردات كده مظبوطه معانا مع الباك جراوند بتاعتنا. عايز اعمل كده، نعزفها بقى بآلة ايه؟ تا 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 تا. ممكن اكورديون. طبعا هنا بقى خيالك انت بقى ايه كموزع طبعا بيشتغل في ان انت تضيف حاجات مؤثره. يعني انا هنا مثلا اللحن اللي انا بفكر اضيفه ده حاسه هيبقى دمه خفيف طبعا عشان الغنوه هنا دمها خفيف معانا. عايز فيها لعب. خبره ليها عامل كبير جدا. بتبتدي تبان وبتبتدي تعرف انت هتعزف ايه بالظبط وتعمل ايه
وهكذا. يا نهار، لا وريهم النبي يا ديمو، وريهم بس عشان المركبه الفضائيه. ايه ده؟ دي آلة كده فيها حاجات شعبي شويه. يا نهار ابيض. فيها كل الحاجات الشعبي تقريبا. اوه. ف حتى فيها اصوات شعبي قوي، يعني ممكن يا عبد سلام. بالظبط. فيها حاجات ممكن نستفيد منها في حاجات تانية كتير يعني. لا مونو، انا عايز مونو. ايوه كده. قشطة. دلوقتي محتاجين نضيف يلا. بيز. وريهم يا ديمو عشان يعرفوا دي الحاجات دي. الآلة بتاعت البيز. البيز دخل مع الإعادة. بالظبط. بص البيز بيملى الدنيا ازاي. بيدي تأثير حلو قوي. ده السينيو. عايزين بقى نشتغل عليه برضو شوية. احنا هنا بنقول ايه؟ الأجازة خلصت 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 بجد، هي لحقت 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 لحقت. باي باي. نروح المدرسة. ماشي. تعالى بقى نشوف نشتغل على الانترو. يلا. يعني مثلا تعالى نعمل لحن السولو. ومن لحن السولو ندي حته صغيره منه، مش كامله، حته صغيره منه بس تشويقا للي هيحصل في السولو، نحطها في الانترو. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فلنتخيل ان مامتهم بتحضر لهم الشنطه واللانش بوكس. يعني هي بتحضر اللانش بوكس والشنطه والكتب والكراريس والاقلام ويصحوا على جرس الفسحه. 2000 years later. طب يا جماعه دلوقتي احنا تقريبا خلصنا قد ايه يا ديمو؟ يعني 80% 90% من الموضوع خد الشكل اللي هو هيبقى الفينش بتاعه عليه. القالب. عارفين القالب غالب يا جماعه. هو يعني ما شاء الله ديمو حبيبي عمل شغل جامد وانجاز جميل. الحمد لله. هتسمعوا دلوقتي بقى يا جماعه ال 80 و90% من المزيكا اللي لسه ديمو هيظبطها بعد الميكس والماستر وبتاع والتسجيل، ولسه يعني هنسجل لهم كمان الكواليس واحنا بنصور. اكيد. واحنا بنسجل. اكيد. ماشي. فاسمعوا يا جماعه وقولنا رايكم. شغل يا باشا. يلا بينا. حاجة ضرب نار. دي رقص. دي رقص. الأجازة خلصت بجد، هي لحقت. هنقول لها باي باي ونروح المدرسة. هننام ونصحى بدري واللعب لا يمشي يجري. هاتوا يلا الكراسات وكتاب المدرسة.